السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكشن فن كتابة المسرح، السيكشن الثاني، الفرقة الرابعة مسرح. هنتكلم إن شاء الله النهاردة في حبكة المسرحية أو الحبكة. اتكلمنا في الكلية في الفكرة، اتكلمنا في الشخصيات، اتكلمنا في الحدث كده سريعا. هنتكلم إن شاء الله يعني إيه حبكة المسرحية. تعد الحبكة بمثابة الجزء الرئيسي في المسرحية، وقد وصفها أرسطو بأنها نواة التراجيديا والتي تنزل منها منزلة الروح. هي أيضا تتابع الأحداث، الحدث يلي الحدث بحتمية درامية، بحيث تخلق في وجدان المشاهد شعورا بأن الأحداث تتبع في طبيعتها ما سبقها من أحداث وتؤدي إلى ما يليها من أحداث، أيضا على أساس من التسلسل المنطقي. ويجب أن تكون الأحداث ملتزمة بضرورة وجودها في المسرحية، بحيث إذا تم حذف حادثة معينة أو تغير مكانها تصاب المسرحية بخلل في بنائها. معنى الكلام ده إيه باختصار؟ إن الحبكة هي تسلسل الأحداث الدرامية. طبعا أي عرض مسرحي أو أي مسرحية تتكون من مجموعة من الأحداث. هذه الأحداث توضع في قالب كده، القالب ده يسمى الحبكة. يعني بحط الأحداث بصورة مشوقة، بصورة طبعا مرتبة، بصورة منطقية. في الآخر بتطلع لي حبكة المسرحية. إذا الحبكة هي التنظيم العام للمسرحية ككائن موحد، إنها عملية بناء الأجزاء المسرحية وربطها ببعضها بهدف الوصول إلى تحقيق تأثيرات فنية وانفعالية معينة. تتكون الحبكة من، طبعا الحبكة عندي ممكن تتقسم لثلاث حاجات أو تتكون من ثلاث حاجات: مقدمة ووسط ونهاية. يبقى أي مسرحية بيبقى ليها ثلاث أجزاء: مقدمة ووسط ونهاية. ولكن إحنا هندرس تقسيمة تانية بالتفصيل شوية، هي إن الحبكة بتتكون من: واحد، المقدمة المنطقية أو المقدمة الدرامية. يبقى أول حاجة عندي مقدمة منطقية، هي الجزء الذي يقع في بداية المسرحية في صيغة حدث أو محادثة درامية، يقدم فيها المؤلف معلومات عن مكان الفاعل وزمانه وعلاقة الشخصيات ببعضها وفكرة عن الموضوع. يبقى المقدمة المنطقية هي أول جزء أو بداية المسرحية. طبعا بيبدأ فيه المؤلف إن هو يعرفنا بعض الشخصيات، شكلها إيه الشخصيات، مكان الأحداث فين، زمان الفعل فين، كل حاجة. يعني بيبدأ في المقدمة المنطقية دي إن هو إيه يديني بعض المعلومات عن المسرحية. تاني نقطة أو تاني حاجة تتكون منها الحبكة، نقطة الانطلاق. هي البداية الحقيقية في المسرحية بعد المقدمة المنطقية، ويمكن تعريفها على أنها اللحظة التي تبدأ فيها الأحداث. إيه الفرق بينها وبين المقدمة المنطقية؟ المقدمة المنطقية زي ما احنا قلنا مقدمة، مجرد مقدمة عن المسرحية، يعني بعض الأحداث اللي هي الفرعية، ولكن ليست الحدث الرئيسي. طب الحدث الرئيسي بيحصل فين؟ بيحصل في نقطة الانطلاق دي. يبقى البداية الحقيقية للمسرحية هي في نقطة الانطلاق. المرحلة الثالثة تسمى التنبؤ أو التلميح، وهو تقديم أي شيء يهيئ الذهن لما يمكن أن يقع في المستقبل، أي هو التمهيد المنطقي للأحداث. يبقى بعد بداية المسرحية بعد نقطة الانطلاق هلاقي نقطة اسمها تنبؤ أو تلميح. يعني إيه التنبؤ؟ يعني إن المؤلف يبدأ يديني بعض الأشياء والأحداث والأفعال تنبئني إيه اللي هيحصل في المسرحية بعد كده، يعني ببقى متوقعة إيه اللي هيحصل. عن مرحلة التشويق، وهي إثارة عاطفتي الخوف والشفقة في نفس المشاهد، وذلك عن طريق تحريك شيء من القلق الممزوج بالمتعة، والذي يخلق في نفس المشاهد ترقبا لنتيجة ما سوف يحدث. طبعا بعد كده المشاهد بعد ما يبدأ خلاص بدأ المسرحية، بدأ يبقى عندي بداية حقيقية للمسرحية، بدأت الأحداث تتوالى وهكذا، يبدأ إن هو يشوقني بقى، يبدأ يحصل حاجة، يحصل فعل غريب، يبقى جوايا ببقى خايفة ومشفقة على البطل في نفس الوقت. يبقى مرحلة التشويق، ودي طبعا مهمة جدا. بعد كده هنتكلم في الأزمة. طبعا الأزمة في أي مسرحية هي لحظة التوتر التي تسببها القوى المتعارضة في المسرحية. خلاص بقى في مشكلة دلوقتي أو بقى في أزمة، يبقى بنبقى وإحنا بنتفرج كده على المسرحية أو بنقرأ النص المسرحي، خلاص في حاجة، يبقى في قوتين الخير أو الشر وفي بينهم لحظة توتر، دي تسمى الأزمة. بعد كده سادسا الذروة، وهي الوصول بالأفكار والأحداث والأزمات إلى قمتها، أي النقطة الحاسمة التي تحتاج إلى تفجير. يبقى الذروة خلاص، أنا
المشكلة اللي عندي أو الموضوع المسرحية عندي اتأزم، تبدأ الأزمة تاخد قمتها تسمى الذروة. بعد كده نلاقي مرحلة الاكتشاف، وهي اكتشاف أشياء لم تكن معروفة من قبل وتساعد في تطور الأحداث. يبقى خلاص الأحداث وصلت لذروتها، أو اللي هي خلاص بقى نقطة حاسمة بقى في الأحداث، الموضوع وصل بقى كبير. يبدأ إن هو نكتشف أشياء في المسرحية ما كنتش أنا أعرفها قبل كده، دي تسمى مرحلة الاكتشاف. طبعا كل ما اكتشف حاجة كل ما الأحداث بتاعتي إيه بتبدأ تتطور. ثامنا الحل. يعني إيه بقى الحل؟ هو هبوط الفعل بعد وصوله إلى ذروة التأزم، أي حدوث النهاية السعيدة، وهو المنظر الأخير الذي تتفشى فيه الأشياء التي ظلت مجهولة، وتحل القضايا التي كانت معقدة. يبقى آخر مرحلة خالص أو آخر مكون من مكونات الحبكة هو الحل. طبعا الحل بتاع المسرحية هبوط الفعل بعد وصوله إلى ذروة التأزم. خلاص الفعل اللي هو بيحصل عندي في المسرحية اتأزم، وصل لذروته، اكتشفنا حاجات ما كانتش موجودة. يبدأ خلاص بقى المؤلف يبين لي إيه حل المشكلة دي، إيه أو النهاية كانت في صالح مين، هل هي في صالح الخير ولا الشر، وهكذا. طبعا الحل ده هو المنظر الأخير في المسرحية. خلاص كده الستارة هتنزل والدنيا إيه خلصت، والقضايا اللي كانت موجودة في المسرحية اتحلت. يبقى احنا اتكلمنا في الحبكة. اللي مطلوب مننا ان شاء الله في السكشن زي ما اتكلمنا في الكلية، ان احنا هنحلل مسرحيتي دكتور عمر، اللي هي عقول العطلانة وهي نهر عقولنا. طبعا بنفس الطريقة اللي احنا اتكلمنا بيها، اللي هو هنبدأ نطلع الفكرة الرئيسية، هنبدأ نطلع الشخصيات، هنبدأ نطلع الحدث، هنبدأ نطلع الحبكة، وان شاء الله المرة الجاية نتكلم في العنصرين اللي باقيين.